متابعينا الكرام السلام عليكم. عندنا سبيطار ديال الهاروشي بالدار البيضاء، جات مرأة انتحلت الصفه ديال ممرضه ولبسات طابليه بيضاء وسرقات بنيه رضيعه من بين الاحضان ديال امها. واخر الاخبار مازال ما لقاو البنيه الصغيره. الاب كان كيصايب الوراق باش يخرج البنيه من السبيطار وهو جاي في الطريق وفرحان وقال الله المراه ديالي ولدت لي بنيه، المراه والبنت بخير وعلى خير، ما وقع عليهم حتى حاجه. قال غادي نوصل وغادي نهز بنتي وغادي نبوسها وغادي نتلاقى مع الناس ونقول لهم هذه هي بنتي اللي 9 شهور وانا كنتسنى فيها. هو ما عارفش ملي غادي يوصل الفرحه ديالو كامله غادي تتبدل الى مأساة وعذاب وحزن. هو غادي في الطريق وداير في راسو بان مرتو هازه البنت وكتسناه باش يمشيو للدار ويفرحوا بالبنت. الام مسكينه في السبيطار تمحنات في الولاده ديالها، فتحوا ليها وشافت الموت بعينها. الفرحه ديالها بالبنت ديالها نساتها هذاك الالام ديال الولاده وديال الفتيح. كل مره كتطلع عليها فرحانه بها لان هي البنيه الاولى ليها، اول مره غادي تولد واول مره غادي تقول بنيتي. جات مراه مجرمه لابسه طابليه ديال الممرضات 3 ايام وهي كتدور في المستشفى وكتصور في الاطفال الصغار، كتعزل وكتخير حتى بنت ليها البنت اللي عزلات وتخيرات ونيشات عليها. وصل الوقت باش تخرج الام من السبيطار، قالت الله دخلت للسبيطار وبنتي في كرشي وغادي نخرج من السبيطار وبنتي بين يدي. وهي ما عارفاش اش كيتسناها، ما عارفاش باللي البنت اللي بين يديها ما غاديش تبقى بين يديها. جات المراه المجرمه وقالت للام قبل ما تخرجي من السبيطار خلي عندي بنتك نهزها لك وجيبي واحد الورقه صفراء. الام على نيتها مشات وطاقت فيها لانها ظناتها بانها طبيبه ولا فرمليه. مشات الام وملي رجعات ما لقات لا ممرضه لا بنتها، غادي كتقلب وكتسارى في السبيطار بحال مصطيه على بنتها، كتقول لهم بنتي فين بنتي؟ اداو لي بنتي، اول بنت عندي. وهي تمحنات في الولاده وتألمات والفراق ديال بنتها زادها محنه والام وعذاب، ما لقاتش بنتها. وملي تاكدت من اللي بنتها تخطفات تزاد عليها الحال، مرضات وحزنات وتخلط عليها الالام ديال الولاده والمرض والحزن والعذاب. المجرمين سرقوا البنت من الام وحولوا الفرحه ديالها الى حزن والام وعذاب. اول فرحه لها هرسوها فيها وكواوها في الكبده ديالها وقطعوا لها القلب ديالها. المجرمين سرقوا الرضيعه باش يفرحوا شي ام ويبكيو هاد الام ويخليوها كتألم بلا شفقه ولا رحمه. وعلاش هاد المجرمين مشاو خطفوا البنيه من الحضن ديال الاب والام ديالها؟ علاش ما يمشيوش عند الاولاد اللي في الخيريات، الاولاد المتخلى عنهم؟ كنتمنى من رجال الامن الا قعدوا حتى شدوا هاد المجرمين اللي كيخطفوا الاولاد الصغار يسلطوا عليهم اشد العقوبه باش يبقاو عبره لمن يعتبر. الاب مسكين على نيته جاي فرحان، قال صافي غادي نجي وغادي نلقى المراه هزه البنيه بين يديها وناخذ من عندها بنتي ونبوسها ونفرح بها ونجمع العائله ونقول لهم هذه هي بنتي، هذه هي بنتي اللي كنت كنتسنى فيها. ولكن هو ما عارفش بان البنت اللي كانت بين يدي مراته ما بقاش بين يدين مراته، والبنت اللي قال غادي نهزها ونبوسها المجرمين خطفوا البنت وما رحموش هاد الاب والام اللي غادي يدخلوا للدار ديالهم وشوفوا البلاصه اللي كانوا موجدين البنت باش تنعس فيها، وغادي يلقاو البلاصه خاويه والبنت ما كايناش. والحوايج اللي اختاروا البنت باش تلبسهم غادي يشوفوا الحوايج وبنتهم اللي غادي تلبس الحوايج ما كايناش. والكلمه اللي كنوجه للاب والام ديال هاد الرضيعه كنقول لهم حنا عندنا حزن عميق اللي وقع لكم، راه قلوبنا معاكم وهذا راه قدر قدروا الله وكتبوا عليكم، وفوضوا امركم الله وصبروا ان الله مع الصابرين. ونتمنى يرد لكم الله بنتكم كما رد يوسف لابيه يعقوب عليهما السلام، واللي كان طالبوا من رجال الامن باش يعلنوا حاله طوارئ ويقلبوا على البنت الليل ونهار، لان البنت الصغيره بمثابه بنت جميع الامهات ديال المغاربه. البوليس كما كيجيبوا الارهابيين من تحت الارض وكل مره كيقولوا فكنا خلايا يلقاو لنا هاد البنت ويفرحونا ويفرحوا والديها. خاص رجال الامن يديروا بحث معمق ويضغطوا على جميع الطاقم ديال المستشفى من حراس وممرضين وعاملين النظافه، يضغطوا عليهم على الله شي معلومه اللي غادي توصلهم لهاد المجرمين. لان المراه المجرمه 3 ايام وهي كتدخل وكتخرج من المستشفى وكتدور وكتصور في الوليدات الصغار وكتعزل وتخير كما بغات، خطفات البنت الصغيره بلا تخبيه وبلا خزنه قدام الناس وبالعلالي وقدام الطاقم ديال السبيطار ومن بين يدين امها. وكنطلب من الشرطه العلميه باش تتبع جميع الاثار والبصمات على الله توصل لهاد المجرمين. وكان طالب من المواطنين باش يردوا البال يعاونوا هاد الاب والام ويقلبوا معاهم، راهم بغا يتسطاو على بنتهم حقاش هي الاولى لهم، والمواطنين يعاونوهم بالتقلاب ويردوا البال، يبحثوا
وفين ما يشكوا في شي واحد يبلغوا عليه، ومالين الحوانت اللي كيشريو من عندهم ليكوش والفرماسيان اللي كيشريو الناس من عندهم الحليب تاهم ما يردوا البال. جميع المواطنين كبار وصغار، رجال ونساء ورجال الامن كاع نوقفوا وقفه رجل واحد باش نلقاو هاد البنيه ونديروا راسنا في بلاصه هاد الاب والام اللي حرقوهم في الكبده ديالهم في القلب ديالهم. وبغينا الدوله توضع واحد الاجراءات، دار كاميرات في الدخله والخرجه ديال كل سبيطار، وكل دخله ديال السبيطار يكون فيها مقر بحال البراج، اللي بغى يدخل يوري لاكارت ويسجل السميه ديالو. واش عيبه الله كتلقاو كاميرات عند مول الحانوت وعند مول باتيسري وعند مول الزريعه، وسبيطار كبير ما تلقاش فيه كاميرات؟ ونتمنى تحسن الخدمات وتحسن المعامله في السبيطار، وعمال النظافه ينظفوا باستمرار، ويتوضع البالج على كل ممرض وكل طبيب وكل عامل بالمستشفى، ويكونوا الناس المشرفين والحراس كيعرفوا جميع العاملين في المستشفى باش يقطعوا الطريق امام اي تسلل للمجرمين. نحلوا المشاكل ديال السبيطارات، راه المواطن المسك مقهور، ونحيدوا ديك المحسوبيه كيجي الواحد حتى الاخر ويدخل هو الاول. نديروا شاشات بالنوامر تكون العداله في المستشفيات، اللي جا الاول يدخل الاول واللي جا الاخر يتسنى، مهما تكون الدرجه ديالو مهما يكون المنصب ديالو، وباش يكونوا المواطنين سواء. وخاصنا نتعاونوا ونكتفوا جهود المواطنين المغاربه كبار وصغار شبان وشيوخ، ونقلبوا وما هنا لينا بال وما نرتاحوا حتى نلقاو هاد البنت الصغيره، لانك هاد البنت الصغيره راه ماشي غير بنت باهما، راه بنت جميع الامهات ديال المغاربه، ومن هنا وحتى ترجع لوالديها. ونديروا بحال بعض الدول اللي شفنا الفيديو ديالهم بالصوت والصوره، حفروا الشانطي ووقفوا كاع حركه السير. علاش؟ لان كلب طاح في قادوس. شو هذا غير كلب واش داروا عليه؟ وقفوا كل شيء على قبل كلب طاح في قادوس. وخاصنا نكونوا نتعاونوا كاملين ونكونوا بحال الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونتمنى توصل الرساله ديالي، والسلام عليكم.